يعني بعد ما خلصت يعني قدمنا إمام. أنا طبعا لبست جو طبعا زي ما شايف الجو برد تلج جدا تلج. جدا جدا بس غالبا لابس زيك لبني. طبعا اللاعب الجديد الجميل المحترم اللي مصمم انه يلعب في نادي الزمالك ناصر اهو، ناصر منسي ناصر منسي. خاطب جماهيرك من خلال القناة. اتفضل. كابتن ناصر، اهلا بيك ومشرف نادي الزمالك. كده يا ناصر كده. حبيبي حبيبي، ربنا يخليك، مرحب بيك ومبسوط ان انا موجود في نادي الزمالك. طبعا علي صوتك. انا بحب نادي الزمالك من صغري، وعايز اشكر سعادة المستشار مرتضى منصور، بشكره من خلال قناة الزمالك، وبشكر استاذ امير مرتضى. بصراحة عملوا مجهود كبير جدا لحد ما صمموا يجيبوني من 3 سنين اللي انا اكون موجود في نادي الزمالك. وانا بحب نادي الزمالك من زي ما بقول لحضرتك من صغري. وان شاء حلمك اللي كنت كارم نزل صوره والنبي من طبعا نزل صوره من 6 سنين لما كان بيتدرب في نادي الشمس. عايزين نشوفه كان لابس ايه من 6 سنين. اتفضل. كان عندك كام سنة ايامها؟ كان عندي 16. نزل هاته بقى كده. نزلها كارم من سماحة. وكان حلم لأي حد طبعا يكون موجود في نادي الزمالك. طبعا نادي كبير ونادي بطولات وإن شاء الله أوعد جمهور نادي الزمالك اللي أنا هطلع كل حاجة عندي وسعادة المستشار بقول له ان شاء الله انا يعني بشكرك كمان مرة وان شاء الله باذن الله هكون عند حسن ظن جمهور نادي الزمالك وهطلع كل اللي عندي عشان انا زملكاوي ومن صغري وانا زملكاوي وبحب نادي الزمالك جدا وصحابي كلهم زملكاوية واخويا وكلهم وان شاء الله هقدر اعمل حاجة نادي الزمالك ان شاء الله. مسؤولية اكيد كبيرة عليك اللي انت تقود هجوم نادي الزمالك بجانب طبعا اللعيبه المحترمين اللي كلهم الموجودين. طبعا مسؤولية طبعا وان شاء الله السنة دي هقدر اعمل كل حاجة عشان خاطر نادي الزمالك. نادي العشق ونادي انا بحبه جدا من صغري زي ما انا قلت لك وهطلع كل اللي عندي باذن الله وهقدر اعمل اي حاجة عشان خاطر نادي الزمالك. السنة اللي فاتت الموسم اللي فات جبت 14 جون. 14 جون. 14 جون. عملت كام اسيست زي ما بيقولوا؟ 5. 5. تمام. ده يا جمهور الزمالك اللاعب اللي احنا عايزينه يبقى في الزمالك، يبقى جاي حابب يلعب في الزمالك، مستمتع انه بيلعب في الزمالك. هو طبعا لما جه، انت من الشرقيه ولا منين؟ من الشرقيه. منين؟ من شرويده، قرية شرويده من الزقازيق. مركز الزقازيق. مركز الزقازيق قرية شرويده. تمام. طبعا الشرقيه دول كرم الكرم. من هنا طبعا اخونا ثروت حماد، ثروت سويلم المحترم، وهناك برضو اخونا احمد اباظه وناس كتير جدا يعني هناك. الشرقيه دي يا باشا، الشرقيه دي مليانه رجاله كلهم كرم في كرم. انا نزلت الشرقيه من فتره كده، فطير مشلتت ايه واستقبالات ايه، لا بلد الكرم كله. هو جايب اخوه معاه طبعا. اتفضل عرف نفسك بقى كده، خليك معايا. طبعا برحب بيك في نادي الزمالك وبرحب ايضا بالكابتن ناصر منسي داخل صفوف نادي الزمالك. انا طبعا برحب بالمستشار مرتضى منصور، وبرحب بكل مجلس الاداره اللي احنا صممنا نيجي نادي الزمالك عشان احنا كلنا زملكاويه، عيلتنا كلها زملكاويه، واحنا رحبنا نكون في نادي الزمالك هنا مع المستشار مرتضى منصور. ربنا يوفقك يا ناصر. بكره ان شاء الله هيتم قيده، وبكره ان شاء الله شبابنا راجع باذن الله. وزي ما قلت امير كان من شويه هو واسماعيل بنخلص اللعيب الثاني. عندنا 2 لعيبه بنخلص فيهم، ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. ويا كل اللي اتكلمتوا عن الصفقات الفاشله، ايه رايكم في مصطفى شلبي النهارده؟ وايه رايكم في عمرو بيه السيسي عشان ما حدش يزعل مني النهارده؟ وايه رايكم؟ لا، محمود شبانه ده كان احسن النهارده، جاب جول النهارده. وايه رايكم في زنار؟ لسه ما خدش، ولسه سامسون ما خدش. تمام. لا احنا عندنا. وايه رايكم في دونجا؟
وايه رايكم في نضاي يا شوبير؟ النهارده بقى خليها مخصصه يا كابتن طارق ويا كارم عن الليله الجميله ديا، وبكره هتذيع بقى لقائي مع اللعيبه من 4-5 ايام، والجزء بتاع الرهان بتاع الملابس اللي هيمشوا بيها في الشارع لو كان في ملابس ان شاء الله. مبروك يا ناصر، واحنا متوقعين هيبقى في تنافس شديد بينك وبين سيف الجزيري وبين سامسون، وعندنا في كل مكان يا جماعه. يعني احنا مش عايزين ننسى النهارده لعب دونجا ولعب عمرو السيسي، عندنا رؤى كمان، وعندنا سيف فاروق جعفر. النهارده لعب في اليمين بدأنا بسيد نيمار مش كده؟ عمر جابر. ما تنسوش ان احنا عندنا برضه محمد طارق، تمام، وعندنا حمزه المسلوسي. عندنا في كل مكان 2 أو 3. جماهير الزمالك ان شاء الله، الزمالك سيعود بقوه ان شاء الله، واللي رئيسه الحمد لله بفضل الله وجماهير المحترمه عنده اراده النصر، عمره ما بيرمي من الفوطه، وان شاء الله باذن الله هنرجع تاني اقوى من الاول ان شاء الله. وكمل سهرتك يا طارق بقى انت وضيوفك الكرام، وبكره ان شاء الله بيذيعوا اللقاء بتاع اللعيبه وذيعوا الرهان اللي انا عملته للعيال اللي الناس هتدفع للجان، والنهارده خابوا. شكرا. عايزين نبارك لك بس سياده المستشار خالد. خالد سامعني؟ سياده المستشار سامعني؟ طارق مع حضرتك. انا سامعك يا سياده المستشار، انا عايز بس اشكرك اولا واخيرا طبعا على كل اللقاءات النهارده الحقيقه حصريه وخاصتنا بيها قناه الزمالك. نمره 1. نمره 2 بشكرك على امام عاشور وشعور الوالد مش شعور رئيس النادي. بشكرك ايضا على ناصر منسي اللي واقف جنب حضرتك. ناصر انا مرنته وعارفه وعارف امكانياته وقدراته، وكان اشيع بعض الاشاعات ان هو ما خلصش، لكن النهارده خلاص. كان بيقول انه مرنك وعارف قدراتك. فطبعا اكيد يا سياده المستشار جهد كبير جدا من مجلس الاداره برئاسه حضرتك. وطبعا قصه فيريرا دي حاجه قمه في الاحترام الحقيقه من حضرتك، واكيد طبعا جمهور الزمالك من ولاد النادي كمان بالظبط منهم هم طبعا، واشدنا بيهم واشدنا بيه ان حضرتك دائما وابدا بتقول كل حاجه بصراحه لجماهير الزمالك، وبتحط جمهور الزمالك دائما وابدا في اولى اهتماماتك. شوف يا كابتن طارق، اجمل شيء في الدنيا تواضع المنتصر. تواضع المنتصر. الزمالك الحمد لله ربنا وفقه النهارده، لكن تواضع اسامه نبيه والجهاز اللي معاه ان الراجل يبعت له يقول له مبروك، يبعت له هو رد يقول له في انتظارك، انت البروفيسور اللي احنا بنستفيد منك. ده صعب تلاقيه في اي مكان. جماهير الزمالك النهارده بوفائها لما راحوا وهتفوا لفريرا في اول الماتش، بالرغم يعني شويه انا اتخذت شويه كده، انا كنت عايز ايه نبدا باسامه وبعدين نخش على فريرا، لكن ده شعور جماهير محترمه متحضره ما بتنساش اللي جاب لها بطولات. فان شاء الله باذن الله. بس الاول يا كابتن، طب ممكن ترجع ليك انت تاني بس عشان اشوف حاجه كده؟ اتفضل يا فندم. ممكن نرجع الاستوديو يا كريم كده؟ عايز اعرف ان الكرافته الشيك دي والمنديل الشيك دول النهارده دول هو انت بنت اتحاد اسكندريه يا طارق ولا ايه؟ يا فندم لا احنا ليلتنا خضرة بقى النهارده الحمد لله يعني كسبنا النهارده مخاصمين محمد مصالحي راح تلبس لبسهم. جمهور اسكندريه جمهور محترم جدا طبعا. سعيد جدا 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 باللي ميدو عامله لعيبه رجاله. وعلى فكره برضه اتعرض عليا تاني لعيبه من الاسماعيلي، قلت لو اخر لعيبه في موجودين في العالم مش هاخدهم. احنا عايزين نساعد الاسماعيلي ما نضرش الاسماعيلي. ويمكن بكره اخوه جايين لي من النادي الاسماعيلي عشان في بعض اللعيبه في قطاع الناشئين اللي يعني اللي يقولوا عليه عند جهاز فني اوكي يتفضلوا من غير اي مقابل، لان دي الاسماعيليه الجميله ومصر شعب بورسعيد دي يعني عايز اقول لك حاجه، جماهير المصري والاسماعيليه واسوان واتحاد اسكندري الصعيد دي جماهير محله، طبعا المنصوره بلدي دي جماهير محترمه. وعشان كده انا بطالب لازم الانديه دي
ترجع تاني الدوري الممتاز. تعملوا بقى مجموعه مجموعتين ما فيش مشكله، لكن المهم عايزين نشوف دمنهور تاني وكفر الشيخ وطنطا والمنصوره، وفي المنيا وفي بني سويف واسيوط وشباب قنا، وخش كده وانت طالع عندنا طبعا اسوان بيمثل. عايزين نشوف الانديه دي تاني، وترسانة طبعا والاولمبي. يا جماعه الانديه دي هي اللي عملت شعبيه لكره القدم اصلا. كل الانديه دي وطلعوا كل المنتخبات من الاربعينات لغايه دلوقتي والله من الانديه دي. شوف الترسانة كان مصطفى رياض والشاذلي، شوف اتحاد اسكندري كان بوبول جارم وكابتن طلعت. لا يعني انديه جابت السياجي في المحله، وعمر في المصري، عندك الصندوق وكان في مسعد نور. لا دي انديه يا جماعه محترمه جدا 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 جدا، لازم تدعم. وانا قلت لوزير الشباب في اجتماع من 3 ايام، قلت له انسى الزمالك والاهلي، سيبك من الاهلي بيتمول من بره مش قضيتنا، لكن الزمالك او ممكن عنده بوتيكات، عنده محلات، تمام، عنده انضباط، ما عندوش فساد. لكن الاسماعيلي والمصري والمحله واتحاد اسكندري يا جماعه، لا دي انديه ما عندهاش ما عندهاش موارد تانية الا الاشتراكات، والاشتراكات هناك تمن يعني سعر قليل. فان شاء الله باذن الله ناصر، انت قلت جبت 14 هدف؟ 14 هدف. ان شاء الله، ونشوف باذن الله ناصر تاني. والنهارده لما انا قلت منافسه، شوف سيف الجزيري رجع تاني اهو لان لقى له منافس. سامسون ده هتلاقي بياكل النجيل عشان عنده 2 منافسين، وهكذا. قضوا بقى سهرتكم وليلتكم الجميله دي يا زملكاويه وافرحوا. وانا بشكر الشعب المصري النهارده، انا لسه جايبين لي دلوقتي باعتين لي مرتضى منصور ترند. الحمد لله يا خير يا رمضان لو اتشقلبت، عارف لو انت تتشقلب كده زي ما كنت بتشقلب ايام الاخوان والعيال الصايعه بتوع 25 يناير، تمام، بيتهيألي مش ترند، هتبقى الترند في اخر الصف خالص في السبنسه. ده الفرق بيني وبينك، الفرق بيني وبينك، والفرق بيني وبين جمال علام والاشكال دي. ويا جمال علام انا مش هرد عليك دلوقتي، انا مستني يجي لي جواب رسمي عشان ارفع عليك قضيه وابلغ النائب العام وارفع عليك جنحه امتناع عن تنفيذ حكم المحكمه الاداريه العليا انه لا يجوز انك انت تحقق معايا او تطلبني انت او لجانك. ويا سياده القاضي الجليل تاني يا محمد يا عبده صالح الوحشي صاحب المقام الرفيع، عد الى منصتك الغاليه، ده مكانك ومكانتك عند المنصه مش عند جمال علام. شكرا. اشكرك سياده المستشار، ومبروك يا ناصر انضمامك لنادي الزمالك، وان شاء الله تصنع الفارق مع الفريق الفتره الجايه. كلمه اخيره بقى لجمهور نادي الزمالك. اوعد جمهور نادي الزمالك اللي انا هقدر اطلع كل حاجه عشان خاطر جمهور نادي الزمالك، الجمهور العظيم دوت، وانا بحبهم جدا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم وعند حسن ظن جمهور الزمالك كله، وان شاء الله انا اقدر اعمل لهم كل حاجه باذن الله. نشكرك حبيبي رب بارك لك على انضمامك لنادي الزمالك. حبيبي كنت عايز اقول حاجه بس معلش، بشكر اللي هو اشرف نصار طبعا واستاذ محمد عبد المنعم وقفوا جنبي كتير، وبتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه، فتره صعبه، وان شاء الله بقول لهم بابا فاصوليو المحل السابق. بتمنى لهم التوفيق وربنا يكرمهم، ودي فتره هتعدي، وان شاء الله يكونوا كويسين باذن الله. نشكرك يا ناصر، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. حبيبي ربنا يخليك حبيبي.